صباح الخير يا حبيبتي. النهاردة أريد أحكي لك قصة حصلت معاي وغيرت حياتي كلها. قصة لأنها غريبة جدا، مش مصدقة إنها حصلت معاي. أنا المحامي، بس هي الحقيقة، وربنا شاهد على كل كلمة هقولها. أنا اسمي لين، عندي 25 سنة، متزوجة من 5 سنين من واحد اسمه ياسر، عنده 38 سنة، راجل محترم وطيب، بس للأسف ما بيحسش بيا خالص. من أول ما اتجوزنا مشغول وهو في عمله، بيرجع البيت تعبان، ياكل وينام كأني مش موجودة. حاولت أكلمه كتير، قلتله إني محتاجة حد يسمعني ويهتم بيا. كل مرة كان يقولي أنا شغال علشان أرقيكي وأعيشك حياة كويسة، وأنا أريده بصدق وأسكت. في الاعتراف بالاعتراف نفسي إن ده طبيعي، وإن كل الرجالة كده مشغولين بشغلهم ومسؤولياتهم. كنت أقول يمكن أنا المطالبة، يمكن أنا اللي بتلمش كتير الاعتصام، فأشغل نفسي بحاجات تانية. تعلمت أطبخ أكلات جديدة، اهتميت بنفسي أكتر، لبست أحلى هدوم، حطيت مكياج، ده كله لكنه ما يحسش بيه. بس مفيش فايدة. كان يدخل البيت يقول أنا تعبان يا لين، وينام من غير حتى ما يبصلي. كنت بحس إني بموت ببطء، كل يوم يعدي وأنا حاسة إني مش موجودة، مجرد خدامة في بيت واحدة بتطبخ وتنظف. حتى في أوقات الحميمة كان الموضوع بالنسبة له واجب، مش حب ولا مشاعر ولا حنان. كنت بحس كتير معاه كأني بيخلصني واجب وخلاص، بحس بالإهانة وبإني أقل من إنسانة. إحنا عايشين في شقة في مدينة الشيخ زايد، عمارة فيها ناس كتير. جارنا اللي ساكن جنبنا اسمه عمر، عنده 35 سنة، كان متزوج ومطلق من 2 سنين وعايش لوحده. راجل هادي ومحترم، بنسلم على بعض في السلم وبس، دايما بشوش وبيساعد الجيران. المسائل بدأت لما ياسر بقى يسافر كتير، كان يسافر أسبوعين أو 3 وأسيبني لوحدي في البيت. بيتصل مرة في يوم يطمن عليا وخلاص، ما بيسألش أنا عاملة إيه ولا محتاجة إيه. كنت حاسة إني عايشة في سجن، الوحدة والإهمال مال البيت. أول مرة ياسر سافر واتأخر أسبوعين حسيته بوحدة رهيبة. كنت ساكتة في البيت من الصبح للمغرب، محدش بيكلمني بيك ولا بيسأل عليا، حتى أهلي كانوا مشغولين، وما كنتش أشتكي. في يوم كنت راجعة من السوق شايلة أكياس تقيلة، ولما وصلت يا باب الشقة اكتشفت إن المفتاح مش معاي. وقفت محتارة والأكياس تقع مني. فجأة لقيت عمر طالع من شقته، شافني وقال في حاجة يا جارة؟ قلت له نسيت المفتاح. علي أدخل شقتك، الأخير ما نحل المشكلة. في الأول اترددت، بس كنت تعبانة. شقته كانت بسيطة ونظيفة. قعد بعيد عني بكل احترام، اتصل ببنجار شرعي للشقة يوافق له من جيبه، رفض ياخد فلوس مني. من اليوم ده بدأت أحس إن عمر راجل طيب، راجل حاسس باللي بيمله، مش زي ياسر اللي مش حاسس بيا تماما. بكم يوم ياسر سافر تاني، وفي مرة وأنا نازلة أرمي الزبالة قابلت عمر، قال لي لو خرجتي أي حاجة أنا موجود. كلامه لمس قلبي، حسيت إن في حد شايف وحدتي. وفي ليلة قطعت الكهرباء عندي، الدنيا كانت ضلمة، مرعوبة. حاولت أكلم ياسر، موبايله مقفول. فجأة سمعت خبط على الباب، كان عمر. دخل بعد ما استأذن، شاف العداد وقال المشكلة بسيطة، بس محتاجة كهربائي الصبح. اقترح أقعد عنده الليلة. ترددت بس وافقت. نام هو في أوضة وأنا في أوضة. ما قدرتش أنام، كنت أعتقد في حياتي وفي إهمال ياسر. دموعي نزلت من غير ما أحس. عمر سمعني وخبط وقال لو حابة أتكلم. قعدنا في الصالة، حكيت له عن حياتي وعن إحساسي إني مش موجودة. كان بيسمعني بصدق من غير ما يقطعني، وهو كمان حكالي عن تجربته الفاشلة مع خيانة مراته لي وعن طلاقهم. حسيت إن بينا تشابه كبير. الكلام طول والساعة بقت فجر.